العمل الحر، الجزء الثاني من تعليم العمل الحر من الصفر للاحتراف، من اول ما انت مش عارف اي حاجه لحد ما تتقن المهاره، ومش تتقن المهاره بس، لا وتطلع منها فلوس في 2026. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. حبايبي واخواتي كل سنه وانتم طيبين. قبل اي كلام لايك سبسكرايب تعليق حلو زيك، ويلا بينا نخش على فيديو النهارده. اتكلمنا في الجزء الاول من العمل الحر على حاجات كتير، من اول ما انت هتختار مهاره واحده لحد ما انك هتبعت للعملاء او تقدم على شغل كتير جدا جدا. وقلت لك ساعتها ان انت لو قدمت مثلا في اليوم ل 50 عميل، اكيد في 20 ولا 25 عميل هيرد. ما اكيد مش هتبعت ل 50 عميل ومفيش ولا عميل هيرد، اكيد في عميل هيرد لانك بعت ل 50. فانت كل شغلك الشاغل ايه؟ انك تبعت لعملاء كتير. حلو يعني. طب انا بعت العميل وبعت له البورتفوليو اللي انا قلت لك مهم جدا عشان تقدر تشتغل، وانت بعت له خلاص البورتفوليو واتفقت معاه وهو بعت لك الشغل وانت سلمت الشغل. في حاجه مهمه وهي التعامل مع العملاء، وفيديو النهارده اعرفك التعامل مع العملاء من الصفر للاحتراف، من اول ما انت مش عارف اي حاجه لحد ما تكسب فلوس من العمل الحر. ازاي علاء؟ يلا بينا. بص يا صاحبي، التعامل مع العملاء في العمل الحر بيبقى منقسم ل6 حاجات. اول حاجه وهو الاستقبال الاول. يلا بقى ناخد كل حاجه خطوه بخطوه، شرح تفصيل. بص يا صاحبي، الاستقبال الاول ده هتعمل فيه 3 حاجات. اول حاجه هتقرا الطلب، تاني حاجه هتشوف انت مطلوب منك ايه، تالت حاجه هترد عليه بطريقه مهذبه وطريقه كويسه. تعالى بقى يلا بينا. بص يا صاحبي، انا دلوقتي بعت لك فيديو ليا وقلت لك يا استاذ محمد مثلا منتج الفيديو ده. بص انت هتاخد الفيديو، هتبدا تعرف تقرا كده الرساله، تشوف انا طالب منك ايه وتفهم اللي انا طالبه كويس جدا، تشوف انا طالب ايه منك بالتفصيل، اللي يعرف اللي هو ايه الخطوه شبه تحديد التفاصيل كده، انك بتحدد انا عايز منك ايه بالنص. الحاجة التالتة وهي انك هترد عليا بطريقة كويسة، يعني مثلا مش هترد عليا وتقول لي استمر بس 10 دقايق مشغول دلوقتي، هترد عليا بطريقة مهذبة. طب ازاي ارد في فن التعامل مع العملاء، حتى العملاء الغشام؟ انا عامل لك فيديو ازاي تتعامل مع العميل الغشيم. يجي بقى الخطوة التانية وهي تحديد التفاصيل. لازم تحدد التفاصيل. طب احدد التفاصيل ازاي؟ انك هتسأل العميل، هتسأل العميل مثلا عن المدة الزمنية اللي انت عايزني مثلا اخلص فيها الشغل. هو انت هتديله مدة، وهقول لك حاجة مهمة جدا تعملها وانت بتديله المدة. فاول حاجه انت هتديله المده، لكن هتقول له انت عايزني اخلص لك الشغل ده في قد ايه. تاني حاجه مثلا ممكن تساله فيها وهو انت الشكل الخيالي او الشكل الاخير بتاعك هيكون انت عايز الشغل بايه، يعني النتيجه المتوقعه انك تتوقعها مني انت عايز الشغل يكون عامل ازاي. الحاجه الثالثه اللي ممكن تساله فيها وهو هل في مده معينه ان انا انهي المشروع بتاعك، ودي بيبقى بتحدد المده الزمنيه بتاعتك. نيجي بقى على الخطوه الثالثه وهي الالتزام بالمواعيد. لازم تلتزم بالميعاد، يعني ما تقولوش يومين ويعدي 3 و4 ايام وتقول له اسف لسه ما خلصتش الشغل. انت كده هو مش هيثق فيك، ولو ما وثقش فيك هو مش هيكمل معاك ولا اصلا هيجي لك تاني. حتى لو عنده شغل كتير هيشوف غيرك يكون واحد منضبط في المواعيد بتاعته. نصيحة بقى من اخوك علاء وهي حاول تقدم عن المدة بتاعتك 24 ساعة. يعني لو انت شايف نفسك ممكن تخلص التصميم ده في يوم، قول له يومين. طب في 3 ايام قول له 4 ايام. طب في 20 يوم قول له 21 يوم. تخيل كده انت قلت للعميل انا هسلم لك المشروع ده كمان 21 يوم، وسلمته له بعد 20 يوم. هل ثقته فيك مش هتزيد؟ اكيد هتزيد. ليه هتزيد يا علاء؟ لازم هتزيد. ليه؟ لانك انت قلت له ميعاد واديت له قبل الميعاد المحدد مش بعده. الحاجه انك تسلمها قبلها وبتكون بنتيجه كويسه دي احسن من انك تسلمها بعدها بنتيجه سيئه او في وقتها بنتيجه سيئه. فانت كده كسبت نجم عند مين؟ عند العميل. نيجي بقى الخطوه الرابعه وهي الاحترافيه في التعامل. يعني حاول ما تجادلش مع العميل. العميل متنرفز ما تحاولش تعلي صوتك عليه. العميل متضايق ما تتضايقش زيه، متعصب ما تتعصبش زيه. قال لك انت اتاخرت قوي قول له اسف لحضرتك يا فندم. يا ريت انت ما توصلوش لدرجه انه يقول لك انت اتاخرت عن تسليم الشغل. النصيحه الثانيه في الخطوه ديت وهي حاول تخليك صبور. مش حاول، خليك صبور ومهذب في طريقه التعامل. بلاش ترد عليه، بلاش تقاوح مع العميل وتبجح معاه، اتعامل بطريقه مهذبه. عايز فن التعامل؟ فن التعامل هعمل لك فيديو غير الفيديو اللي انا عملته قبل كده ازاي تتعامل مع العميل الغشيم. بقى الخطوه الخامسه واللي قبل الاخيره وهي تسليم الشغل. حاول تعمل تصميمين. تصميم انت متفق عليه بنفس التفاصيل اللي العميل قال لك اعملها لي بنفس التفاصيل بالظبط، وواحد تكون انت مزود عليه من عندك. حلو هتسلمه الاولاني وتقول له ده اللي انت طلبته، وتسلمه التاني وتقول له ده تصميم من عندي شوف اللي يعجبك وخده. حلو يا صاحبي. اول ما يلاقيك طريقه التعامل بتاعتك مهذبه كده هيزودك في الفلوس اللي هيبعتها لك.
ده لو كان عميل كريم شويه. طب هو لو عميل بخيل هيزودك مثلا في التقييمات اللي بتبقى موجوده في المنصات اللي هي منصات العمل الحر زي ابورك وفريلانسر وخمسات ومستقل، هيزودك في التقييم. نيجي بقى على الخطوه السادسه والاخيره واهم خطوه، ودي اللي هتجيب لك العميل مره واثنين وثلاثه، وهي الاحتفاظ بالعلاقه، اللي هو المتابعه ما بعد البيع. يعني انت مثلا بعت حاجه ما تقطعش، لا كلمه ايه رايك في الحاجه، اطلب تقييمه. دي حاجات مهمه جدا وهي الاحتفاظ بالعلاقه بعد البيع. يعني مثلا بعد ما انت صممت له او خلصت له الشغل بتاعه، ابعت له رساله شكر قصيره. يعني ايه رساله شكر؟ هو اللي يبعت لي ولا انا اللي ابعت له؟ لا، ابعت له انت رساله شكر. يعني مثلا انت هتشكره، مثلا هتقول له شكرا على ثقتك فيا واتمنى ان الشغل الجاي يكون معايا، وبرضه اتمنى ان الشغل يكون عاجب حضرتك. هتبعت له الرساله دي، هو هيعرف انك شخص فاهم. وكده يبقى الجزء بتاع فيديو النهارده خلص، وكده ما عادش فيها الا جزء ان شاء الله كمان يومين بالظبط. يومين بالظبط مش هتاخر الا لو حدث ظرف طارئ باذن الله، لكن يومين وهنزل بقى الجزء الاخير في العمل الحر. وكده يبقى احنا خلصنا كورس العمل الحر من الصفر للاحتراف، من اول حاجه لاخر حاجه. ان شاء الله اللي جاي باذن الله مش هيبقى خاص بالعمل الحر، لكن هو هيساعدك في طريقه التعامل. الفيديوهات اللي جايه باذن الله ازاي تتعامل مع العملاء، ازاي ترد عليهم، ازاي تتعلم احترافيه الرد. وكده يبقى فيديو النهارده خلص. وما تنساش تحجز معايا في اونلاين، هتكون على الرقم اللي قدامك على الشاشه ده، وهتكون بسعر رمزي جدا اقل من نص دولار ب 25 جنيه، يعني ببلاش حرفيا. برضه ما تنساش تطور من نفسك، هتطور من ذاتك وتستكشفها. السلام يا بطل.